انا مش شايف فيكم حد، حرفيا الاهلي ما بقاش شايف اي حد في الدوري المصري. ده كله يرجع لايه؟ ده كله يرجع ان انت بقى عندك مدير فني عالمي مخلي الفرقه عامله زي المكنه، انت بتشيل ترس تحط مكانه ترس، المكنه بتطلع قماش. يعني ايه؟ انت شلت لاعب اساسي وحطيت مكانه لاعب بديل بيأدي نفس الوجبات اللي بيعملها اللاعب الاساسي، ودي حاجه مميزه جدا ترجع للمدير الفني اللي يستاهل ان المديرين الفنيين المصريين يجي يعملوا كلهم معاه فتره معايشه، يجي يعرفوا اصل التدريب. ونبتدي مع بعض تشكيل المباراة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد فخري، اتنين سيرد باكات خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة، على الشمال كريم الدبيس، نص الملعب احمد نبيل كوكا، على شماله اليو ديانج، على يمينه محمد مجدي قفشه، على اليمين محمد دو كريستو، وعلى الشمال طاهر محمد طاهر، وفي الهجوم محمد شريف. الماتش بدأ انت ما كنتش عارف مين بيلعب فين ومين رايح فين ومين جاي منين. اللعيبه من كتر ما كولر مغير لعيبه في ارض الملعب، انا ما كنتش عارف محمد فخري ده بيلعب باك يمين في الشوط الاول ولا الشوط التاني. انا شفته بيلعب نص ملعب، انا ما كنتش فاهم حاجه. بس عامة أنا مبسوط لأن أنا بقى عندي مدير فني مخليني قاعد بتفرج على الماتش، أنا مش قلقان، مش حاسس إن في حاجة غلط بتحصل. أنا بتفرج على الماتش، أنت عندك خمس ست لعيبة على الأقل في أرض الملعب أول مرة يلعبوا أو هم جداد على التشكيلة، وأنت شايف الأهلي بيلعب كورته برضه. وتيجي للجون الاول، مين اللي جاب الجون الاول؟ اليو ديانج. طيب مين اللي عامل له اصلا اللونج باص؟ مين اللي عامل له الثرو؟ احمد نبيل كوكا. ثرو عالمي لاليو ديانج يستلمها بطريقه جميله جدا ويحطها في سقف الشبكه. ده الجون الاول من الاثنين بتوع نص الملعب، اللي هي فكره حمدي فتحي لحد دلوقتي كولر بيحاول يطبقها مع اليو ديانج، مش عايز يستغنى عن الفكره، وانا شايف ان هي ناجحه جدا. وفي الشوط الاول انا ما كنتش شايف ان في اي تجانس ما بين اللعيبه، هم معذورين على فكره، اصل أنا مش بايدي حاجه ولا المدير الفني بايده حاجه. اللعيبه دي كلها اول مره تلعب مع بعض ماتش رسمي بقى. انت بتتكلم في محمد فخري واحمد نبيل كوكا ومين تاني وكريستو وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح بيلعب مش في مكانه، بيلعب مدافع. فانت بتتكلم ان الفرقه كلها يعتبر جديده على بعضها. يعني انت بتتكلم في خمسه اساسيين، خمسه هم لاعبين اساسي، معاهم ستة من اللي بيلعبوا، اللي هو اذا كان طاهر ولا محمد شريف ولا قفشه ولا رامي ربيعه. الناس دي بتلعب بس ما لعبوش مع الناس دي قبل كده ماتش اساسي، فهم معذورين. والمدير الفني برضه معذور، انت عايز تعمل تدوير للفرقه، عايز تريح اللعيبه بعد موسم انت اكلت فيه الاخضر واليابس، انت ما سبتش بطوله دخلتها خسرتها، اخدت كل البطولات اللي شاركت فيها. فاللعيبه دي الماتشات اللي باقيه تحصيل حاصل، فاللعيبه دي حقها ان هي ترتاح. ريح بقى اللعيبه الاساسيه دي شويه وابتدي شوف اللعيبه اللي هي مركونه على الدكه من اول السنه، اللي هي مش مركونه على الدكه من اول السنه، هي كانت بتشارك بس فترات قليله قوي. انت كنت مثبت التشكيل، وهي دي اميز حاجه كولر عملها السنه دي. هو اول الموسم قعد يلعب بشريف ويلعب بشادي ويلعب بكهربا ويلعب ويبدل ويعمل لحد ما سيبت على كهربا. لا ضلته في كهربا في المهاجم، وبرضه نفس الكلام في طاهر ناحيه اليمين وبيرسي تاو والشحات واحمد عبد القادر وقفشه. هو كان عمال يدور على تثبيت التشكيل، واحنا كنا برضه مستغربين. انت لاعب متالق وجاب جون، انت بتيجي الماتش اللي بعده بتبدله وتنزل لاعب تاني. فهو كان بيدور على تثبيت التشكيل بس باللعيبه اللي هتقنعني، اللعيبه اللي هتنفذ اللي انا عايزه. وبالفعل ده اللي حصل، ثبت التشكيل وما سابش بطوله دخل فيها. يعني كل بطوله انت خدتها باكتساح، هي ما فيش غير بطوله افريقيا اللي خدتها بالعافيه وخدتها من بره ارضك وبرده ما كنتش وحش. بس وجبت الجون الاول وفضلت ماشي بالشوط لحد الدقيقه 25، كره ثابته للمقاولين يلعبها عمر سافيولا، وهي نقطه ضعفك. الحاجه الوحيده اللي بلوم عليها لكولر من اول السنه الكور الثابته. انت ازاي مش عارف تعالج الكور الثابته اللي عندك من نقطه ضعف؟ انت في الدوري ما دخلش فيك غير 9 تجوان، ما دخلش فيه غير 4 تجوان تقريبا، في منهم 4 تجوان من كور ثابته. 50% من الاجوان اللي دخلت فيك من كور ثابته، نقطه ضعف باينه قوي. ولما هتيجي تلعب فريق تقيل هيبقى مذاكرك وهيلعب عليها حلو قوي. كره ثابته تتلعب على القايم البعيد يلعبها فاروق لقشايه في قلب السكس يارد فاضي تماما، يحطها في سقف الشبكه، جون التعادل للمقاولين. وبس كده وانتهى الشوط الاولاني على نفس الريتم. ما اللي هم بس جون جابوا محمد شريف في الدقيقة 35 واوفسايد طبعا،
بس هو حطها كويس جدا بس اتلغى. بدايه الشوط الثاني وفي الدقيقه 52 هدف جميل قوي من محمد شريف، عرضيه من ركنيه من كريستو. والمميز هنا في الهدف ايه؟ ان محمد شريف كان واقف اصلا مش في دماغه ان الكره هتجيله ولا هيلعبها. انت كان في لاعب واثنين وثلاثه قدامك وثلاث اربع لعيبه من المقاولين، الكره عدت ده كله وفي ثانيه الا ثانيه محمد شريف تخيل ان الكره هتجيله استعد لها. وهي دي سرعه رد الفعل اللي عند محمد شريف اللي بتعجبني قوي واللي بتخليني اقول محمد شريف مميز ومحتاج ياخد الثقه. يحطها جميله قوي، سمكه كده بلغه الشارع بتاعنا، حط جون سمكه جميل، يطير على الكوره يحطها في قلب الجون من ركنيه. وانا فرحان وكويس جدا ان احنا جبنا جون من ركنيه، لان طول عمري كنت بقول احنا بيجي لنا في الماتش اربع خمس ركنيات، وقبل كده كان في ماتش اتكلمت عليه ان احنا جالنا 8 ركنيات ما حسيتش باي خطوره منهم. فكويس ان انت جبت جول من ركنيه. وفي الدقيقه 70 كره جميله جدا جدا من قفشه يلعبها ما بين المدافعين، هم المدافعين واقفين عارفين ان قفشه هيعمل ثرو من الحته دي، ودي الحاجه الوحيده المميزه في قفشه. يعني شوف لما انت تقول فيها حاجه حلوه، هو قفشه في النقطه دي حلوه ان هو بيعرف يطلع الثرو في مساحه ضيقه، بيعرف يطلع المهاجم لوحده، يحط الكره لطاهر فاضي خالص، يموه الجون بالمينو ويحطها بشماله جميله قوي، حاجه كده من ناحيه حسين الشحات. وفي اخر الشوط الثاني كهربا يخترق من العمق ويجي يشوط، مدافع المقاولين يعلق رجله وياخد ضربة جزاء يخش يحطها طاهر، الجون الرابع. واتنقلت انت من الثلاثيات للرباعيات، وبدأت بالزمالك وبالمقاولين وربنا ما يقطعها عادة. وحاجه كويسه ان انت يبقى عندك كذا لاعب في التيم بتاعك بيسدد ضربات جزاء بشكل كويس، وانا شايف ان طاهر بيسدد ضربات جزاء بشكل كويس بعد معلول وبعد السولية. وفي نقطه اخيره بقى عايز اتكلم عليها قبل الافضل والاسوأ. خلاص بقى انت حسمت الدوري وعملت كل حاجه كان نفسك فيها كمشجع للنادي الاهلي، وكسبت الزمالك في الدور الاول 3 وكسبت الزمالك في الدور الثاني 4. كل ده يرجع للمدير الفني مارسيل كولر، اللي هو انا اسف للمديرين الفنيين اللي قبل كده، هو ده اللي انا ابتدي اقارنه بجوزيه. ده مدير فني في اول 10 شهور ليه 5 بطولات شاركت فيهم، انا جبت لك ال5 بطولات، انت عايز ايه مني تاني؟ يعني ولسه عندي كاس مصر بتاع السنه دي، ما اصل احنا عندنا الكاس في مصر هنا يعني مختلف، ممكن تبقى بتلعب الكاسين مع بعض، يعني انت ممكن تبقى داخل تلعب الاسماعيلي ماتش واحد على الكاسين، يعني مثلا عندك الاسماعيلي في نص النهائي بتاع الجديد ونص النهائي بتاع القديم، تعالى احنا نلعب الاثنين اللي يكسب يصعد النهائي بتاع الكاسين. معلش انا هنا كنا بنهزر، بس انت هنا عندك في الدوري المصري الكاس القديم انت خدته، وعندك لسه الكاس الجديد وعندك السوبر الافريقي، وانا شايف ان دول سهل قوي ان انت تاخدهم وتبقى الاول مره في العالم فريق يحقق 7 بطولات على ما اتذكر، يعني مفيش حد عملها غير بايرن ميونخ. وحاجه ثانيه، انت بقيت قاعد بتتفرج على الماتش وعارف وواثق جدا ان في مدير فني واقف على الخط، هو مصحصح للاعيبه اللي في الملعب ومركز قوي ان لو في اي حاجه غلط حصلت او في حاجه غلط بتحصل في الفريق في ارض الملعب، هو بيبتدي يعالجها باستمراريه في قلب الملعب، ما بيستناش ولا بيتكبر ولا بيعاند مثلا ان في لاعب وحش ناحيه الشمال وانا هو المفروض بيلعب يمين وانا بلعبه شمال وانا هفضل معاند، لا انا مصمم ان اللاعب ده يلعب هنا، لا هو على طول بيرجع يعدل ويصلح في التشكيل من وجهه نظري اللي هو شايفه غلط، بيعدله على طول اول باول. ونخش بقى على الافضل والاسوأ من وجهه نظري، والاسوأ معانا النهارده يعني هو مش الاسوأ ان هو اسوأ، لا هو ممكن يكون هو لسه ما انسجمش مع الفريق او ما بانش، فانا حطيته من وجهه نظري في الاسوأ يعني. واول واحد معانا محمد مجدي قفشه، اللي ما بانش النهارده طول الماتش غير غير في السروب اللي هو عمله لطاهر محمد طاهر، وطول الماتش ميس باص يقع. كان في لعيبه صغيره كتير في الملعب كانت ماديه ماتش احسن منه. احمد نبيل كوكا كان مميز جدا، وبالنسبه لك لسه ناشئ، يعني هو لسه لاعب صغير مش ناشئ، هو لسه لاعب صغير بالنسبه لك، وانت المفروض انت بتلعب قدامه، انت المفروض بتديله الثقه، مش هو اللي مميز عليك وهو احسن منك في الماتش. وتاني لاعب معانا كريم الدبيس، ده مش حكم عليه اطلاقا، لعيب صغير لسه عنده 18 19 سنه، اول مره يلعب في الفريق الاول، اول ماتش ليه، فاحنا مش هنحكم عليه، هو كورته كويسه بس هو ما بانش النهارده طول الماتش، وما كانش باين ان، وبرده حاجه تانية مأثره عليه ان هو بيلعب مكان معلول، فانت المكان دوت ماليه لاعب تقيل قوي وانت بتلعب عليه على طول، فانت حاسس ان في حاجه ناقصه في المكان ده، فده يرجع له ان هو لاعب صغير، والحاجه اللي مخليه مش مميز ان هو اول مره يلعب مع الفريق الاول ومفيش انسجام بينه وبين الباك، بين الوينج ليفت اللي بيلعب قصاده وبينه وبين اي حد في نص الملعب، هو لسه مش متفاهم مع الفرقه، لسه عايزه سنتين ولا حاجه يلعب وهيبقى لاعب مميز باذن الله. وثالث لاعب معانا محمد فخري، اللي انا مش عارف ده هو كان بيلعب النهارده باك يمين مش مكانه، بس هي مش اول مره لمحمد فخري ان هو يبقى وحش في ماتش وعنده ميس باص كتير
والكرة مثلا يبقى كريستو جنبه ولا لاعب الكرة جامد جدا. محمد فخري اتمنى يطلع اعاره، ولو هو اخر سنه ليه مع الاهلي، الاهلي يسيبه ويفضي مكان في القايمه. ونخش على طول على الافضل. طبعا اول واحد معانا احمد نبيل كوكا، كان مميز جدا في الطلوع بالكوره وهادي، حاجه كده ايه، ما حسكش ان مروان عطيه مش موجود. والسؤال النهارده بتاع الجون طبعا لعيب عالمي ومميز جدا، واتمنى ان هو يلعب الاربع ماتشات اللي فاضلين ولا الثلاث ماتشات اللي فاضلين يلعبهم بشكل اساسي، وهو يبقى عندك لعيب بديل لمروان عطيه كفء ومميز جدا في نفس المكان. وتاني لاعب معانا على طول اليو ديانج. اليو ديانج النهارده ماتش كان جميل منه، هدف ولا اروع، الاستلامه هي الجون. وانا بصراحه مبسوط جدا ان اليو ديانج استلم الكره زي ديت، ان الكره كانت بتجيله في رجله اصلا، كان بيستلمها غلط ساعات وبيبقى متوتر. النهارده عمل ماتش كويس، بساطته كانت كويسه الى حد ما، وكان مميز جدا. تالت لاعب معانا محمد الضو كريستو. كريستو اتمنى يلعب الثلاث اربع ماتشات اللي فاضلين بشكل اساسي، باين قوي اللي هو لاعب عنده كوره ولاعب مميز. هو بس محتاج ان هو يبقى موجود باستمرار مع الفرقه، وانت هتشوف نسخه لاعب كويس جدا، رجليه حلوه على الجون، بساطته مميزه، سريع. اتمنى يستمر الثلاث اربع ماتشات اللي جايين. وبس كده، لو وصلت معانا في الحته دي في الفيديو ما تنساش تعملنا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تتفرج على الحلقات الجديده. سلام.